السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الأول السنة. رجعنا لكم فيديو جديد، والنهاردة هنبتدي الوحدة التانية في الهندسة، أول درس فيها اللي هو المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. تمام؟ طبعا احنا خدنا التشابه وخدنا ازاي بنحل على الكلام ده كله. لو انت في اي فيديو من فيديوهات الهندسة او الجبر او الحساب المثلثات، خلصنا حساب المثلثات شرح، خلصنا الجبر شرح، عملنا مراجعات على كل حاجة. دلوقتي ده كله موجود في البلاي ليست بتاعتكم، هسيب لكم لينك البلاي ليست فوق على الشاشه، تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات اللي نزلت. تمام؟ سواء بقى الوحده الاولى في الهندسه، سواء كل الجبر او الهندسه او حساب المثلثات نزل، وكمان نزل مراجعات على الكلام ده كله من كتاب المعاصر. تمام؟ طيب تعالوا نشوف النهارده بيتكلم على المستقيمات المتوازيه والاجزاء المتناسبه. قال لي لو انت عندك مستقيم، كان بيقول لي لو انا عندي مثلث وجي مستقيم قطع الضلعين بتوع المثلث ووازى الضلع الثالث، كنت بستنتج ايه؟ كنت بستنتج ان المثلث دي ه ودي د ودي ب ودي ج. كنت بستنتج ان المثلث ا ه د يشابه المثلث ا ب ج، ومن التشابه كنت بستنتج ان ا ه على ا ب بيساوي ه د على ب ج بيساوي ا د على ا ج. صح؟ تمام. قال لي طيب انت بقى لو جه عندك المستقيم ده بيوازي احد اضلاع المثلث وبيقطع الضلعين الاخرين على طول، ممكن نقول ان ا ه على ه ب بيساوي ا د على د ج على طول من غير ده كله بقى. بدل ما هقول ا ه على ا ب كله بيساوي ا د على ا ج كله بيساوي ه د على ب ج، لا ده انا هقول له ان ده على ده بيساوي ده على ده، او ده على ده بيساوي ده على ده على طول. يعني ا ه على ه ب هيساوي ا د على د ج على طول، ا د على د ج. تمام؟ على طول، بس ما بيساويش ه د على ب ج. ه د على ب ج لما اكون جايبها من التشابه بتاع المثلث، لكن لو واخده الاجزاء المتناسبه ما بساويهاش به د على ب ج، ما ينفعش. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الكلام بتاع النهارده بيحكي على ايه، وطبعا طول ما انا شغاله بشرح انا بعمل ايه وده ليه وجي منين والكلام ده كله. طيب بيقول لي ايه؟ اذا كان ا د على د ب، ا د على د ب ب5 على 3، انا عايز ا ب على ب د هتبقى بكام؟ هقول له ا ب كلها ب8 على ب د بس بكام؟ ب3، يبقى هي 8 على 3 بتاعت عيال صغيره. ا ه على ا ج، ا ه على ا ج كله ب4 على 7، يبقى دي بكام؟ ب3. ا ه دي كأنها مسألة تانية بس على نفس الشكل. تمام؟ يعني دي خلاص بقى مبقتش معانا. ا ه على ا ج ب4 على 7، ا ه على ا ج كله ب4 على 7، يبقى دي ب4 ودي ب3. ج ه هو عايز ج ه على ه ا، هقول له ج ه على ه ا هتبقى ب3 على 4. طب لو انا عندي د ه على ب ج، د ه على ب ج ب3 على 5، ا د على د ب دي ب3 على ده كله ب5، دي 3 وده كله ب5، يبقى دي بكام؟ ب2، ما نتلخبطش. طيب هو عايز مين؟ عايز ا د على د ب، يبقى 3 على 2 اللي هي ب1.5. تمام؟ تمام. بعد كده بيقول لي فيها الشكل المقابل، انا عندي طول ه ج بكام؟ طول ه ج بكام؟ هقول له ان انا عندي 2 على 3 هيساوي 3 على ه ج، 2 على 3 هيساوي 3 على ه ج، لو ضربت طرفين في وسطين يبقى ه ج ب3 في 3 اللي هي ب9 على 2 هيديني 4.5. تمام؟ يبقى الناتج هنا 4.5. طيب انا عندي ده بيوازي ده بس خارج المثلث عادي، مش شرط يكون جوه المثلث، المهم ان هو بيقطع الضلعين بتوع المثلث سواء من الداخل او من الخارج. يبقى انا برضو عندي ده على ده هيساوي ده على ده، يبقى انا عندي 6 على ج ه هيساوي، ركزوا مش انا بدأت بال6 يبقى ابدأ بال4، 4 على 3، 4 على 3، يبقى ج ه هتساوي 3 في 6 على 4، يبقى هي ب18 على ال4 هيديني 4.5. تمام؟ بقول لي جميع التعبيرات الرياضية التالية صحيحة ما عدا واحد فيهم.
ما عدا واحد فيهم. انا اقول له الف د على د باء بيساوي الف هاء على هاء ج، اول واحده صح. الف د على د باء هيساوي د هاء على باء ج، دي غلط. ليه؟ لانه هو واخد الف د على د باء، الف د على د ايه؟ باء. تمام؟ مش هيساوي د هاء على باء ج، لكن هيساوي الف ه على ه د على ه ج. تمام؟ الف ه على ه ايه؟ ج. بعد كده تعالوا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي باء ج يوازي د هاء، باء ج بيوازي د هاء، فإن ألف ج، فإن ألف الشكل د باء ج ه رباعي دائري، د باء ج ه رباعي دائري. مش شرط. ليه؟ لا استنى ركز معايا كده. المثلث ألف باء ج يشابه المثلث ألف د هاء، ألف باء ج يشابه المثلث ألف د هاء، دي صحيحة. تمام؟ بس ألف باء في ألف د، ألف باء في ألف د هيساوي ألف ج في ألف هاء، لا، ألف باء على ألف د هيساوي ألف ج على ألف إيه؟ ه. لكن ده مش رباعي. ليه؟ لأن أنت عندك دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، ملهاش علاقة بالرباعي. الرباعي لو دي هي اللي بتساوي دي. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ فيها الشكل المقابل د ه يوازي ألف ج، ب ه ب3 سم وه ج ب2 سم. عايز ألف د بكام؟ عايز ده بكام؟ أنا هقول له ده كله ب10. لو أنا افترضت، وعايز مين؟ ألف د. لو أنا افترضت ده بس يبقى ده ب10 ناقص س، يبقى ده ب10 ناقص إيه؟ س. فهقول له 3 على 2 أهو، 3 على 2 هيساوي 10 ناقص س على س، 10 ناقص س على س. تمام؟ واضرب طرفين في وسطين هيديني ان 3 س هيساوي 2 في 10 ب20 ناقص 2 س. هودي ده بعكس الاشاره، يبقى 5 س هيساوي 20. لما تقسم على الخمسة يبقى الس قيمتها بكام؟ ب4. الس دي اللي هي اصلا طول الف د، يبقى الالف د بكام؟ ب4. تمام؟ طيب فيما بعد بيقول لي س ص يوازي باء ج، الف س زائد الف ص على الف باء، الف باء زائد الف ج هيساوي 3 على 5. ركزوا كده معايا. مش انا عندي الف س زائد الف ص يبقى زائد 6، يبقى الف س زائد 6 هيساوي الف ب كله ماشي على الف ج. طب ما انا عندي دلوقتي، ركز كده معايا، بص، فان الف س هيبقى بكام؟ انا هقول له ان انا عندي دلوقتي الف س على الف ب كله 3 على 5، جمع مقدمات وتوالي النسب بيديني احدى النسب. بمعنى ايه يا مس اللي انت قلتيه ده؟ انت عندك دلوقتي الف س على الف ب كله هيساوي الف ص على الف ج. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. فانا لو جيت اجمع النسبتين هيديني ان هو عباره عن الف س زائد الف ص على الف ب زائد الف ج، على الف ب زائد الف ايه؟ ج. صح؟ طب ما هي نفس النسبه بتاعتهم، يعني دي ب3 على كام؟ على 5، يعني دي تساوي 3 على 5. الف س مش موجوده، الف ب بكام؟ هو عايز ايه؟ هو عايز الف س. طيب دي ب3 على ده كله 5، يعني دي 3 ودي كام؟ 2. يبقى انا عندي الف س على 3 هيساوي 3 على 2. الف س على 3 يساوي 3 على 2. تمام؟ انا عايزه اصغر الحجم شويه بس. تمام. ماشي كده. يبقى انا عندي دلوقتي الف س ده على هيساوي 3 في 3 ب9 على 2، 9 على 2 هيديني كام؟ 4.5. يبقى الالف س هنا بكام؟ ب4.5. تمام؟ يبقى اللي هو قيمة ألف س اللي هي دي ب4.5. تعالوا نشوف اللي بعد كده. هو بيقول لي هنا ايه؟ د ه يوازي ب ج. هقول له س زائد 5 على 3 اهو، س زائد 5 على 3 هيساوي 12 على س، 12 على س. ونضرب طرفين في ايه؟ في وسطين. نضرب طرفين في وسطين، س في س بس أس 2، س في 5 ب5 س هيساوي المفروض 36، يبقى ناقص 36 هيساوي 0. هاجي احلل اهو،
هقول له س في س كام في كام ب36 وطرحهم يديني 5 4 في 9 والكبير ياخد اشاره الاوسط يبقى ده بالموجب وده بالسالب يبقى س قيمتها بكام؟ ب4 وليست بسالب 9 لان انا ما عنديش طول بالسالب يبقى س قيمتها ب4. بعد كده بيقول لي فيها الشكل المقابل اذا كان ا ب يوازي ج د يبقى انا عندي ده على ده هيساوي ده على ده يبقى س زائد 1 اهو س زائد 1 على 3 س هيساوي انا بدأت بس زائد 1 يبقى ابدأ باللي فوق 2 س زائد 1 على 2 س ناقص 2 اهو تمام. هضرب طرفين في وسطين هقول له ان انا عندي ده في ده هيساوي ده في ده يبقى س زائد 1 مضروبة في 2 س ناقص 2 هيساوي 3 س مضروبة في 2 س زائد 1. هاجي اوزع هقول له ان انا عندي هنا 2 س اس 2 وهنا ناقص 2 وهنا الاوسط هيبقى سالب 2 س زائد 2 س هيبقى بصفر يبقى دي 2 س ناقص 2 2 س اس 2 ناقص 2 بس تمام. هنا سالب 2 س زائد 2 س هيديني صفر هيساوي يبقى دي 2 س ناقص 2 هيساوي ركز كده معايا 3 س مضروبة في 2 س هيبقى ب 6 س اس 2 زائد 3 س. هاجي اودي دول بعكس الاشارة تمام فهيبقى 6 س اس 2 ناقص 2 س اس 2 هيبقى ب4 س اس 2 وهنا 3 س زي ما هي وهنا الاتنين هتروح بموجب 2 ده كله بيساوي صفر. هحلل علشان اطلع الناتج هيبقى 2 س وس كام في كام ب2 هقول له 1 2 في 1 2 في 1 ب2 استنوا عشان هي كده مش هتظبط دي 2 في 2 هي كده مش هتظبط على فكرة سواء انا عملت ايه غلط هنا 2 دي 6 س يا جماعة سوري دي 6 س هو ده الغلط تمام هو ده الغلط. فهنكمل بنفس النظام بقى ونخلص ونطلع قيمة السين عشان بصراحة الموضوع متعب تمام. طيب بعد كده هو عايز ايه بيقول لي رقم 10 رقم 10 معانا في الشكل المقابل لو انا عندي ده على ده هقول له 2 س زائد 5 على 10 هيساوي 12 على 8 تمام. فانت عندك هنا لو ضربت طرفين في وسطين 120 على 8 يبقى 2 س زائد 5 هيساوي 120 لو قسمتها على 8 هيديني كام 120 لو قسمتها على 8 على 4 فهل 30 على 4 فهل 2 يبقى هي بكام ب15 تودي دي بعكس الاشاره يبقى 2 س هيساوي 10 يبقى الس قيمتها بكام ب5 تمام. طيب اللي بعد كده بقول المثلث ا ب ج د ه بيوازي ب ج انا عندي دي بس اس 2 ودي ب24 فانا هقول له 20 على ده كله هو عايز ايه قيمه س هقول له 20 على 30 اللي هو الجزء ده على ده كله هيساوي اللي هي دي ا د هو عايز قيمه س صح ا د على 24 هطلع بس الالف د بكام وبعد كده هقوم طرحها من ا د على 24 تمام. 24 في 2 ب 48 48 على 3 هيديني 16 يبقى الالف د ده ب 16 تمام. طيب ده ب 16 وده كله ب 24 24 لما تاخد منها 16 هيديك كام هيديك 8 يبقى س اس 2 هتساوي 8 تمام. س اس 2 هتساوي 8 يبقى هي ب 2 جذر 2 بس بالموجب بس ما ينفعش تبقى بالسالب ما ينفعش تبقى بايه بالسالب تمام. هنا بعد كده بيقول لي ان انت عندك دلوقتي هات لي قيمه س برضو نفس الحكايه هقول له س زائد 2 على 5 اهو س زائد 2 على 5 هيساوي 7 على 2 س زائد 1 تمام. واضرب طرفين في وسطين واطلع الناتج 2 س في س ب 2 س اس 2 لو انت بتعرفش تضرب على طول اضربها كل حاجه لوحدها زائد 2 وهنا المفروض ان هي س زائد 4 س هيبقى ب5 س هيساوي 35 يبقى ناقص 35 هيساوي 0. هنا هاجي اجمع هيبقى 2 س اس 2 زائد 5 س 2 ناقص 35 بسالب 33 هيديني 0. فلو جيت احلل حل المقص هيبقى 2 س وس كام في كام ب 33 3 في 11 2 في 3 ب6 وهنا 1 في 11 ب11 11 ناقص 6 هيديني 5 وطبعا الكبير ياخد اشاره الاوسط يبقى دي موجب ودي سالب
فانا عندي ده اللي هيطلع مظبوط، اللي هي س ناقص 3 هتساوي 0، يبقى س قيمتها ب3، يبقى س قيمتها بكام؟ ب3. تمام. بعد كده قال لي ان ده قد ده، لو ده بلام يبقى ده بلام زيه. طيب انا عندي هنا لام على 12 هيساوي 3 على لام، يبقى لام أس 2 هيساوي 36، يبقى اللام الواحدة ب6، يبقى اللام الواحدة ب6، ده ب6 ماشي وده ب6. هو عايز مين؟ عايز أ ج كله، 12 زائد 6 أ ج كله اهو، يبقى 12 زائد 6، 12 زائد 6 كام؟ 18. معايا؟ المسألة اللي بعد كده نفس النظام بالظبط، 3 على س زائد ص زائد ع بيساوي 2 على طب تعالوا نحلها. 3 على س زائد ص زائد ع هيساوي 2 على س زائد ص. هو عايز قيمة العين. تمام. انا لو ضربت طرفين في وسطين هلاقي ان 2 في س زائد ص زائد ع، فاعتبرها 2 في س زائد ص زائد 2 في ع، خدتها عادي خالص هي. تمام. طيب هيساوي 3 في س زائد ص. هودي الاتنين في س زائد ص دي بعكس الإشارة، فهيبقى 2 عين هتساوي 3 في س زائد ص ناقص 2 في س زائد ص هيديني س زائد ص. هقسم على الكام؟ هقسم على الاتنين، يبقى العين هتساوي س زائد ص على 2، يبقى هي س زائد ص على الاتنين اللي هي رقم ب. تمام. بعد كده بقول لي أ د على أ ب ب2 إلى 5، أ د على أ ب كله ب2 إلى 5، يبقى دي بكام؟ ب3. يبقى أنا عندي س زائد 4 على 2 س زائد 3 هتساوي 2 على 3، واضرب طرفين في وسطين يبقى 3 س، يبقى 3 س زائد 3 في 4 ب12 هيساوي 4 س زائد 6. تمام. هودي ده بعكس الإشارة، 4 س ناقص 3 س بس، و12 ناقص 6 ب6، يبقى الس قيمتها بكام؟ ب6. بقول لي إذا كانت م هي نقطة تلاقي متوسطات المثلث. ركز معايا كده، لو انت وسطت نقطة تلاقي المتوسطات بتقسم المتوسط بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس أو 1 إلى 2 من جهة القاعدة. طيب معنى كده ان ص زائد 3 على ص بتساوي 2 على ايه؟ على 1، يبقى ص زائد 3 على ص هتساوي 2 على 1 اللي هي ب2، يبقى ص زائد 3 هتساوي طرفين في وسطين يبقى 2 ايه؟ ص. هودي دي بعكس الإشارة يبقى الص قيمتها بكام؟ ب3، 2 ص ناقص ص بص. تمام. يبقى الص قيمتها ب3. بنفس الطريقة بالظبط على السين، هقول له ده على ده هيساوي 2 على 1، يعني 2 س زائد 6 على 4 هيساوي 2. تمام. يبقى 2 س زائد 6 هيساوي 8، يبقى 2 س هتساوي 8 ناقص 6 ب2، يبقى الس قيمتها بكام؟ ب1. تمام. فهو عايز 2 س 2 في 1 ب2 زائد الصاد ب3، 2 زائد 3 كام؟ 5. هنا بعد كده بيتكلم بيقول لي أ د بيوازي ب ج د، أ ب بيوازي ج د، بس هو مديني ايه؟ 2 أ ه يساوي 3 ه د، 2 أ ه 2 أ ه يساوي 3 ه د. تمام. يعني انت عندك دلوقتي أ ه على ه د هيساوي 3 على 2، يبقى أ ه على ه د هيبقى 3 على كام؟ على 2. قال لي ب ه ناقص ج ه ب4، طب ما ب ه دي هفترض ان هي ب3 م، ما هي نفس النسبة، ودي هفترضها ب2 م، لان دي 3 على 2 يبقى دي برضو لازم 3 على 2 النسبة بتاعتها. طيب انت عندك ب ه اللي هي ب3 م ناقص ج ه اللي هي ب2 م هيساوي كام؟ 4. 3 ناقص 2 كام؟ 1، يبقى الميم الواحدة بكام؟ ب4، الميم ب4، يبقى 3 في 4 ب 12 سنتي، وهنا 2 في 4 ب 8 سنتي، يبقى ده كله بكام؟ 12 زائد 8 هيديني 20. تمام. طيب بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل، انت عندك دلوقتي ده بيوازي ده بيوازي ده، في 3 حاجات هنا بيوازوا بعض. تمام. ركزوا كده معايا، هنا ناخد ازرق.
هنا في 3 حاجات بيوازي بعض، فانا عندي 3 على 7 هيساوي ب ي على 11.2، يبقى 3 على 7 يساوي ب ي على 11.2. فهجيب قيمة الب ي بكام؟ هقول له ان هي 3 في 11.2 على 7. 3 في 11 ب 33، يبقى هي 33.6 على 7. تمام؟ طيب انت عايز دلوقتي ايه؟ عايز ي واو. هتقول له ان ده على ده او ده على ي واو اللي هي 3 على ي واو هتساوي ب ي اللي انت مطلعها من هنا قيمتها اهي بس بالآلة الحاسبة بقى، ب ي على 6 وتطلعها بس. او ممكن اقول له ان ب ي واو على ده كله اللي هو ب10 هيساوي ي ج على ده كله اللي هو انا مطلع قيمة ده وقيمة ده موجود. تمام؟ بس كده. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي برضو ان ده بيوازي ده بيوازي ده. عايز الف واو في الف ج، الف واو في الف ج. بص انت عندك ايه؟ الف د على د باء هيساوي الف واو على واو هاء. الف د على د ب هيساوي الف واو على واو ه. حلو قوي. طيب انت عندك دلوقتي حاجة تانية، ده من التوازي اللي هو ده. طيب من التوازي التاني بقى، من التوازي التاني هتيجي تقول لي اللي هو د ه د ه وب ج. هتقول لي ان الف د على د ب هيساوي الف ه على ه ج. الف د على د ب هيساوي الف ه على ه ج. صح الكلام؟ ده بيساوي ده، يبقى انا عندي ده هيساوي ده. تمام؟ فانا هقول له ايه؟ الف واو على واو ه هيساوي الف ه على ه ج. طب هو عايز الف واو في الف ج، الف واو في الف ج كله هيساوي، ثواني عشان هي فيها حاجه، ثواني ركز كده معايا. تعالى كده نعيدها من تاني علشان احنا هناخدها بالاضلاع بالتشابه، مش هناخدها بالنسب. بمعنى انت لو قلت له الف، انا بعمل ايه؟ لو قلت له الف د على الف ب كله، الف د على الف ب كله اهو هيساوي الف واو على الف ج كله، على الف ه كله قصدي، الف واو على الف ه. ده اول حاجه. طب لو رجعت قلت له الف د على الف ب اهو، الف د على الف ب هيساوي الف ه على الف ج كله، الف ه على الف ج. الطرف ده بيساوي الطرف ده، يبقى اذا ده هيساوي ده. يعني الف واو على الف ه هيساوي الف ه على الف ج. يبقى الف واو في الف ج هيساوي الف ه في الف ه بألف ه تربيع. تمام؟ يبقى هي بألف ه تربيع. مش عارفه الشاشه بتاع بتسحب كده. تمام؟ يبقى هي الف ه ايه؟ تربيع. اللي بعد كده بيقول لي فيها الشكل المقابل، ركز كده معايا، بيقول لي فيها الشكل المقابل انت عايز قيمه او طول ه ج. طول ه ج بكام؟ بص ركز كده معايا، انت هتقول له ان س زائد 5 على 4، س زائد 5 على 4 هيساوي، انا جبت ده منين؟ من التوازي اللي هو د ه د واو يوازي الف ج. تمام؟ من التوازي اللي هو د واو بيوازي الف ج اللي هو جاي كده اهو، ده واو وده د وده ده ب وده الف وده ج. فهقول له ده بيوازي ده، يبقى انا عندي د واو او ب واو، ب واو على واو ج هيساوي ب د على د الالف. تمام؟ طب ب د بكام؟ ب د ب6 على د الالف بكام؟ ده الالف كله ب6 زائد س، وهضرب طرفين في وسطين واطلع قيمه السين، واضرب طرفين في وسطين واطلع قيمه السين. تمام؟ هنا هيبقى 6 س زائد س
س أس 2 زائد 30 زائد 5 س، ده كله هيساوي 24. يبقى س أس 2 6 و5 11 س، وهنا دي ب30. 30 ناقص 24 لان هو بيساوي 24، هتودي ال 24 بعكس الاشاره. 30 ناقص 24 هيديني 6. تمام. كام في كام ب6؟ في حاجه غلط. 6 و5 11، وهنا 5 في 6 ب30. ماشي. و4 في 6 ب24. 30 ناقص 24 هيديني 6. وهنطلعها، هتتحل بالقانون العام يا جماعه، مش هتتحل بالقانون العام. نطلع قيمه السين وبعد كده تقول له ده على ده هيساوي 6 على ه ج، وتطلع طول اله ج. تمام. اللي بعد كده بيقول لي انت عندك دلوقتي ه واو بيوازي واو ب، وعندك مساحه المثلث ا ه ج. مساحه المثلث ا ه، وعندك مساحه المثلث ا ه ج ب9. طيب تمام. وانا ما كملتش الفيديو.